دايما في كل حكاية وقصة بيكون في بطل وبيكون ضده الشرير، والاتنين بيعملوا منافسة في الفيلم ويعملوا حركة في الأجواء. لكن في ناس كده ما تعرفش تقيمهم يا بطل يا شرير، بيبقوا في الحتة اللي في النص، ودول بنسميهم أنتي هيرو أو أنتي فيلن. شخصية الأنتي هيرو أو الأنتي فيلن بتكون مركبة، وأقرب مثال عن الكلام ده هو فيلم بلاك آدم بتاع دي سي، اللي تصنف ان البطل بتاعه بيكون من الانتي هيرو. وفي الفيديو ده هنعرف ايه الفرق بين الهيرو والانتي هيرو. يلا بينا. عشان نبدأ نتكلم في الموضوع ده لازم نقسمه لأربع أجزاء. الجزء الأول الهيرو، الثاني الأنتي هيرو، الثالث الفيلن، الرابع البيور فيلن. ونبدأ بأول حاجة اللي هو الهيرو، واللي هو طبعا معروف في كل الأشكال وكل القصص وكل الروايات حتى في الكوميكس، وفي على كده أمثال كتيرة جدا زي سوبرمان، سبايدر مان، باتمان، أي بطل آخره مان. هو بيكون مصدر للأمل والسعادة لكل الناس، ويقدر يحميهم ويقدر يتكفل بيهم، وهو ده اللي بيكون مصدر الأمان الوحيد للناس اللي بيحميها. وأهم نقطة فيه إن هو ما بيقتلش، وحط تحت ما بيقتلش دي 100 خط، علشان بيجي أعلى القائمة بتاعة الهيرو طبعا باتمان، اللي كلنا عارفينه وعارفين إن هو ما بيقتلش. هو بيسجن المجرمين في السجن ويهربوا تاني برضه مفيش مشاكل، ويرجع يجيبهم تاني ويهربوا تاني، ودايرة يعني طويلة كده. بس برضه في خط أحمر ما بيعدهوش، وإن هو ما بيقتلش حد أو ما بيعملش عدل بطريقة غير أخلاقية. وبعد كده بيجي الأنتي هيرو، وهو يعني حاجة في النص ما تعرفش تقيمه كبطل أو كشرير. هو باختصار كده يعني بيعمل العدل وما بيعملوش في نفس الوقت. وبشرح أكتر، هو مثلا بيطبق العدل بطريقة غير عادلة أو بطريقة غير شرعية، زي مثلا أمثال كتير زي ريد هود وفينوم وطبعا بلاك آدم. وبيكون الأنتي هيرو مستعد إن هو يعمل أي حاجة، سواء يقتل أبرياء أو أشرار، علشان يحقق نظريته الخاصة، وإن هو كده بيطبق العدل من وجهة نظره هو بس. وبعد كده بيجي الجزء الثالث واللي هو الفيلن. والفيلن ده هو كان عبارة عن شخص عادي، وبعد كده حصلت له حاجة غيرت مسار حياته وخلته من إنسان عادي لإنسان شرير. وطبعا أكبر مثال على الكلام ده هو الجوكر، وهو كان إنسان عادي وقع في مكان موجود فيه كيماويات وتحول من إنسان عادي للجوكر. وده طبعا اتذكر في قصة باتمان وثلاثة جوكر، لو ما شفتهاش روح شوفها في القناة. وبعد كده يجي في المرحلة الرابعة أو الجزء الرابع البيور فيلن، واللي هو ده باختصار يعني عبارة عن السلام عليكم أنا شرير. طب ليه هو كده؟ هو عبارة عن إنسان ما عندوش أي مبادئ أو أي قيم أو أي أخلاق، وبيستعمل أي حاجة ويقدر يعمل أي حاجة علشان يقدر يوصل للهدف اللي بيخطط له، ويقدر يعمل أي حاجة علشان يكمل في الهدف ده وفي الطريق بتاعه. ممكن يقتل أي حد قدامه، سواء كان مجرمين أبرياء أي حاجة. وده طبعا بيجي على رأس القائمة كارنيج. وكارنيج ده هنقول قصته باختصار كده، وإن شاء الله هنعمل لها فيديو في القناة. إنه في الأول كان طفل صغير قتل والده ووالدته، وبعد كده راح للسجن وكبر فيه من وهو صغير. وبعد كده في يوم من الأيام بيكون إيدي بروك معاه في الزنزانة، ويجي فينوم ويندمج مع إيدي ويكسر الحاجز ويطلع. وبعد كده بيكون فينوم سايب بواقي من السيمبيوت بتاعته أو الدم بتاعه، وبيجي على إيد الولد اللي كان بيتحول مع كارنيج، وبعد كده يندمج معاه ويبقى كارنيج. وعلى فكرة كارنيج ده ما عندوش أي مانع برضه إن هو يقتل أو يموت أي حد في سبيل إن هو يوصل للهدف بتاعه. وعلى فكرة برضه كارنيج عنده قدرات تفوق 100 مرة فينوم، زي الأسلحة والرشاقة والقوة وغيرها كتير. وبس كده، ده كان فيديو سريع خفيف شرحنا فيه الفرق بين الهيرو والأنتي هيرو. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب ولايك، وبس كده، سلام.